السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا جدا. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات هنتكلم في الكورة. بقالنا كام يوم كده ما بنطلعش بصراحة. الساحة الرياضية ما فيهاش أي حاجة نقدر إن احنا نطلع نتكلم فيها، إلا إذا إن احنا أول امبارح طلع بالليل قرار بسحب أرض أكتوبر من نادي الزمالك. النهارده هنتكلم عن كل حاجة بتخص القرار ده، وليه القرار ده اتاخد، ومين اللي ورا القرار ده. بس قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي الاول، ده اول حاجه كده، تصلي على النبي. ما تنساش تعملنا شير ولايك وسبسكرايب كده في القناه عشان نقدر احنا نكمل مع بعض. النهارده هنتكلم عن سحب ارض اكتوبر، هنتكلم عن تشكيل الزمالك لمباراه مودرن سبورت، وايه الدوافع اللي لازم فريق الزمالك ان هو تبقى محطوطه قدامه. فريق مودرن سبورت فريق رخم. يلا بينا نبدا الحلقه. طيب في البدايه كده خليني اقول لك ان احنا اول امبارح بالليل قاعدين، واحد فتح النت لقى فجاه قرار طلع بسحب ارض اكتوبر من نادي الزمالك. نادي الزمالك كنا خلال الموسم ده وخلال السنه ديت خد قرار، او طلع قرار سياده الرئيس صدق عليه وقال ان الارض خاصه بنادي الزمالك. وبالفعل نادي الزمالك ابتدى ان هو يتحرك ان الارض تبقى بتاعته، بدا ان هو يعمل فيها يعني يعني يبني فيها خلاص. يعني الارض شبه خلاص، الارض ابتدى ان الزمالك يبدا ان هو يبني فيها ويعمل، وخد قروض، وفي قروض اتاخدت، وفي محلات اتباعت، وفي حاجات كتير قوي 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 حصلت. تمام. طيب لحد امبارح، اول امبارح بالليل ولا ايه، لقينا فجاه كده طلع قرار وتنفذ تاني يوم. يعني القرار طلع وتنفذ تاني يوم، في حين ان سياده الرئيس هو اللي صدق على القرار وادى الارض للزمالك، او وافق او اشر على ان الزمالك يبقى الارض دي بتاعته. وفجاه امبارح وزاره الاسكان قالت لا، الارض ديت ملك لجهاز حدائق اكتوبر. ومشكله كبيره قوي 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 من امبارح لحد دلوقتي. وانا بصراحه كل الناس اللي تطلع تتكلم بتقول الارض هي ملك الزمالك، ولكن القرار مره واحده مفاجئ. وانا اعتقد ان في بلاغات كتيره جدا جت من بعض الناس اللي عايزين الزمالك يقع، بالبلدي كده اهو. بعض القرارات اللي اتخذت، او في بلاغات اتقدمت من الناس اللي عاوزين الزمالك يقع، مش عاوزين الزمالك يقوم، لان ده يعني فكره انك تبني فرع تاني فيخش لك فلوس كتيره جدا، فالامور هتتغير، فالشكل الاداري او الهيكل الاداري هيتغير. فدي بلاغات، وان شاء الله باذن الله يعني انا واثق ان اداره الزمالك هتخلص الموضوع ده، والمشكله دي كأن لم تكن، وهي بس كده زوبعه في فنجان زي ما بيقولوا. دي نقطة. النقطة الثانية هنتكلم النهارده فيها هي عن تشكيل ماتش مودرن الزمالك ومودرن سبورت. هنتكلم عن تشكيل الزمالك، بس خليني اقول لك ان كابتن مجدي عبد العاطي من المدربين المحترمين جدا من ايام ما كان ماسك فريق زد. طبعا كلاعب كان كويس جدا ايام انبي، وراجل يعني هداف وبيقدر ان هو يجيب اجوان. انا كنت بحب طريقة لعبه بصراحة. الراجل لما كان ماسك زد كان عامل فريق كويس جدا على قد امكانياته. مسك مودرن سبورت، شفنا ماتش قدام الاهلي، الراجل بيلعب على قد امكانياته، ما بيعملش اي حاجه، اللي هو ايه، دفاع متكتل في ال 18 والعب على الكونتر اتاك. ليس الا هي دي الحاجتين اللي انا بعملهم، بعمل دفاع متكتل والعب على الكونتر اتاك، شكرا. ما عنديش حاجه تاني. ليه؟ لان امكانيات لاعيبته ما تساعدهوش ان هو يعمل حاجه. لكن لو معاه مثلا امكانيات لعيبه زي الزمالك او زي الاهلي او زي بيراميدز، لا، الراجل ده هيبقى عنده حاجات كتيره جدا واولويات كتيره جدا وفرايتي كتيره جدا تقدر ان هي تساعده. اولا خليني اقول لك تشكيله الزمالك، ودي اللي بنسبه 99% تبدا بكره. الراجل فيريرا من المدربين اللي مش عندي، ما بيعندش، مش اللي هو لا انا لازم ان انا كلامي انا اللي يمشي وكل الكلام، لا، الراجل بيسمع للجهاز الفني. فخليني اقول لك المشاكل اللي حصلت. مشكلتك اللي حصلت ان عبد الله السعيد قعد مده كبيره. مشكلتك اللي حصلت ان انت ما نزلتش البرازيلي في اول الشوط الثاني. والمشكله الثانيه ان شيكو بنز كان بره السكور. المشكله الثالثه ان ناصر ماهر كان بيلعب في مكان غير مكانه. المشكله الرابعه والاهم ان اللعيبه ما كانش عندها الحميه، مش عايز تكسب. اللعيبه كانت نازله تحس كده ان هو عادي يعني. انت ما عملتش حاجه يعني. لعيبه الزمالك حتى بعيد عن المدير الفني يعني كده، يعني الناس احنا لعبنا كوره وبعيد عن المدير الفني. انت كلاعب لو ما عندكش الحميه ان انت تقدر ان انت تلعب، بيبان قوي في الملعب، خصوصا لو لعيب كوره بيتفرج عليه بتبان. فانت لعيبه الزمالك كانت ما عندهاش اي الحميه. طيب الراجل هيبدا تشكيل بكره بمين؟ اول حاجه صبحي. خط الدفاع كله هو كامل، مش هيغير فيه اي حد باستثناء قد نرى محمد اسماعيل بدلا من حسام عبد المجيد او الونش بس. فخط الدفاع كامل. نص الملعب الراجل هيبدا بشحاته، ناصر ماهر او عبد الله السعيد. مش هيلعب بكره بشحاته ودونجا. يعني فكره شحاته ودونجا الا لو دونجا مصاب، فكده كده هو مش هيلعب يعني. فبكره شحاته وجنبه اما ناصر ماهر او عبد الله السعيد، وانا ارشح ناصر ماهر. تمام. قدامهم لو ناصر ماهر لعب فهيبقى قدامه 10 عبد الله السعيد او ادم كايد.
ادم كايد ممكن نشوفه بكره بيلعب 10. 2 وينج، البرازيلي الفارو او الفيرا او وات ايفر اسمه ايه، شيكو بنزا، قدامهم عدي الدباغ. الراجل اتعلم من خطأه لما لقى ان هو طلع عدي الدباغ في الشوط الثاني او في بدايه الشوط الثاني. هو الراجل بالعكس، عدي الدباغ الناس اللي اتفرجت على الماتش هتلاقي هو اكتر لعيب كان بيتحرك من ورا المدافعين، ومفيش اي كره كانت بتوصل. ادم كايد الناس اللي اتفرجت عليه، ادم كايد بيخش جوه نص الملعب. ادم كايد مش لعيب طرف. لعيب الطرف زي شيكو بنزا، زي الفارو البرازيلي ده او الفيرا، هو ده لعيب طرف اللي هو هياكل لك واحد ويعدي بسرعته. لكن ادم كايد انا من وجهه نظري ومن خلال فرجتي عليه والناس اللي اتفرجت عليه تبقى عارفه الكلام ده، ادم كايد هو لعيب نص، بيروح بوشه على الجون، يعني بيستلم وبيلف الكوره وبيروح بوشه على الجون. انا اتمنى ده التشكيل. اتمنى بكره الاقي عبد الحميد معالي بيلعب في لعيبه لازم نشوفها. اتمنى اشوف احمد شريف، اتمنى اشوف عمر ناصر او عمرو ناصر. في لعيبه يا جماعه احنا لحد دلوقتي لسه ما لمستش ملعب، فاتمنى اللعيبه دي كلها ان احنا لو المكسب، لو قدرت ان انت تخلص. وبالمناسبه بس في نقطه مهمه، نادي الزمالك بيضيع نقط سهله جدا قدام الفرق الصغيره، وبنرجع نندم عليها في اخر الدوري نقول يا ريتنا كسبنا الفرق الصغيره. الفرق الصغيره دي انت تجمع منها نقط باسهل ما يمكن يا جماعه. فرق نازله بتقول لك انا هقف في ال 18، اعمل انت بقى. فما ينفعش ان انا فريق يفضل واقف في ال 18 وانا ما عنديش حلول. ما انت هتاخد دوري ازاي لو انت مش عارف تكسب فرق زي المقاولين، مش عارف تكسب فرق زي مودرن، مش عارف تكسب فرق زي فاركو ولا دجله؟ الانديه دي هتاخد دوري ازاي وانت مش عارف تكسب الانديه ديت؟ ما انت لازم تكسب الانديه دي الصغيره، والانديه الكبيره انت بتعرف تلعب معاها عادي جدا، لكن الانديه الصغيره انت لازم تكسبها باي شكل باي وسيله. ما ينفعش ان انا بنافس على دوري واتعادل مع المقاولين، ما ينفعش. انا لازم اكسب باي شكل. انت واخد دورين ورا بعض عشان كنت بتكسب الفرق الصغيره، والفرق الكبيره عادي تعادل او خساره عادي جدا، بس الفرق الصغيره هي اللي بتضيع منك الدوري. لازم لعيبه الزمالك تبقى واخده بالها من نقطه زي دي. انت بتخسر الدوري عشان بتخسر نقط قدام الفرق الصغيره، بس لو قدرت انك تكسب الفرق الصغيره والله الدوري بتاعك. الموضوع بسيط خالص. شكرا جدا ليكم، وانا بعتذر لو كان في اطاله. ما تنساش تعمل لنا شير ولايك وسبسكرايب للقناه عشان نقدر احنا نكمل. كان معاكم عبد الرحمن في قناتكم هنتكلم في الكوره، وان شاء الله نكون مع بعض بعد الماتش واحنا بنحتفل بالفوز وبنحتفل بالاداء الخاص باللعيبه. سلام.